يا أبطال، جدو إسماعيل هيحكي النهاردة حكاية بطل من أبطال الصحابة اللي كان قلبه مليان شجاعة وإيمان. بطل كان ممكن يدعي ربنا بأي حاجة وربنا يستجيب له فوراً. تعالوا نسمع حكاية البطل الرهيب البراء بن مالك رضي الله عنه. البراء بن مالك هو أخو الصحابي المشهور أنس بن مالك، وأمه كانت واحدة من الصحابيات القويات اسمها أم سليم بنت ملحان، وكانت معروفة بشجاعتها. كان البراء متواضع جدا ولبسه بسيط جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: كم من أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. يعني لو دعا ربنا بأي حاجة ربنا هيحققها له على طول. وكان قوي جدا والشجاع جدا جدا، لدرجة إن سيدنا عمر بن الخطاب قال للقادة: إياكم إنكم تخلوه يقود جيش لوحده، لأنه هيتهور من كتر شجاعته. البطولة الأولى معركة اليمامة. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفى، في ناس ارتدت عن الإسلام، وكان في واحد كذاب اسمه مسيلمة بيقول إنه نبي. سيدنا أبو بكر جهز جيش وقاده خالد بن الوليد، وكان عدد المسلمين قليل قوي، لكنهم مؤمنين ومتوكلين على ربنا. بدأ القتال، وفي الأول المسلمين كانوا منتصرين، لكن بعدين المعركة كانت بتتعقد شوية. القائد خالد قال لهم: خلوا كل مجموعة لوحدها، المهاجرين مع بعض والأنصار مع بعض، علشان يتحمسوا ويتنافسوا على الجهاد. العدو دخل حديقة كبيرة وقفلوها، ومحدش كان قادر يدخلها. لكن البطل البراء جه وقال لأصحابه: ارفعوني على ترس كبير وارموني جوه الحديقة. ورموه فعلا، ونزل عليهم زي الصقر يقتلهم بسيفه لحد ما وصل لباب الحديقة وفتحها من جوه، ودخل الجيش كله وانتصروا. علشان كده سموها حديقة الموت. لقوا في جسمه أكتر من 80 جرح بالسيوف والرماح، وسيدنا خالد بن الوليد قعد شهر يداويه بنفسه لحد ما خف ورجع يحارب تاني. بطولة تانية: إنقاذ أخوه أنس بن مالك. في معركة من معارك العراق كان في سور عالي، والفرس كانوا بيرموا سلاسل حامية تمسك الصحابة وتشيلهم فوق وتقتلهم. واحدة من السلاسل دي مسكت سيدنا أنس بن مالك. الصحابة نادوا: يلحق يا براء! وجري عليه ومسك السلسلة وقطعها وحرر أخوه، بس إيده كانت اتحرقت وبان فيها العظم، ومع ذلك ما اشتكاش واحتسب الأجر عند ربنا. آخر بطولة: فتح مدينة تستر. في عهد سيدنا عمر كان المسلمين بيحاصروا مدينة اسمها تستر، بس ما عرفوش يفتحوها رغم شهور من القتال. الناس قالت: يا براء، ادعي ربنا لأنه دعاؤه مستجاب. وقال: أقسمت عليك يا رب تفتح لنا تستر وتلحقنا بنبيك. وفعلا ربنا استجاب له، ولقوا واحد من الفرس بيقول إنه هيفتح طريق جوه المدينة. دخل المسلمين في نفق ولقوا نفسهم جوه الأسوار، وبدأ القتال الكبير. البراء شاف قائدهم الهرمزان من بعيد وجري عليه، قتل 100 جندي في الطريق، وقبل ما يوصل له استشهد. ومات بطلنا الجميل بعد ما عاش بطل، ومات بطل وربنا حقق له أمنيته يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. شفتوا يا أبطال إزاي واحد بسيط ممكن يكون بطل عظيم عند ربنا؟ البراء بن مالك كان شكله بسيط، بس قلبه مليان شجاعة وصدق وإيمان. خليكوا دايما شجعان، صادقين ومتوكلين على ربنا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. نشوفكم في قصة جديدة مع أبطالنا من الصحابة رضي الله عنهم.